السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عودة حميدة ان شاء الله. نرجع من تاني لفيديوهاتنا، ومعانا اول فيديو عن الحمام المحشي. طريقتي بقى في الحمام المحشي والتوابل اللي بحطها وكل الحبشتكنات دي. طبعا انا عارفة ان انتوا كلكم شطار وزي الفل وتمام تمام، بس كل حد بيبقى له زي بصمة كده يعني في الأكل معينة بيحطها، دي اللي بتعمل يعني زي ما بيقولوا النفس يعني. اللي عدى ده كان حمام، وكان بصل متقطع ورز مغسول كويس ومتنشف تماما، والتوابل. دلوقتي بقى طبعا طاسة سخنة على النار، هنبتدي ان احنا نحط البصل الأول ونقلب فيه ونحمره لحد كده ما يعني يدينا اللون اللي هو الاصفر شوية. انا هنا طبعا كانت يعني الطاسة دي صغيرة عن الكمية اللي انا هعملها، فجبت بقى الطاسة التانية اللي انتوا شايفينها دي، وهحط بقى البصل هنا علشان يعني اخد راحتي بقى في التقليب وكده. أه خدوا بالكم الخطوة دي مهمة، لان انا زمان كان الموضوع بيقلش مني في انه البصل يعني كنت بحمر البصل قوي، فلما باجي احط عليه الرز آه يعني ما بيبقاش بقى فاهمين ما بيتحمر يعني البصل بيتحرق والرز بيكون لسه بيتقرمش كده. هنا حطيت 2 ورقة لوري، ودي التوابل دي كانت عبارة عن قرفة طبعا، و توم باودر، و كاري. حد هيقول لي انا ما بحطش كاري، بس بجد الكاري بيدي طعم رائع في اي حاجه. وشويه كزبره ناشفه على ملح. وهنا دلوقتي انا حطيت نص قالب من المرقه، برضو بتعلي التست شويه في الطعم. هنحط بقى الميه زي ما انتم شايفين كده، بس مش زي تسويه الرز. احنا هنا عايزين الرز ده يبقى نص تسويه. في ناس بتسويه كله وفي ناس ما بتسويهوش اصلا، بس انا بحبه يبقى نص تسويه. الحشو بقى، الحشو عشان يعني ركزوا فيه كويس، لانه معظم الناس بيبوظ منهم، وانا كنت واحده من الناس دي. لحد لما يعني لقطت من كذا حد ازاي اعرف يعني احشي الحمام حلو واقفله كويس من غير ما استعمل بقى خيط وابره والحوارات دي، يعني من غير ما اعمل عمليه جراحيه للفرخه يعني. مبدئيا كده الناس اللي بتقعد تحشي بقى بمعلقه ومعرفش ايه، دي فزلكه، لان انا برضو جربت ان انا اعمل كده، برضو ايديا بتتوسخ. فما فيش احسن من ان الواحد يعني يستخدم ايده ويلخص في الحوار يعني. فهنا بقى يعني بصوا، في حاجه برضو عايزه اقول لكم عليها. في ناس وهي بتيجي تعمل البصله بتقطع الكبد والقلوب بتاعه الحمام جوه البصله وتحمرها معاها، يعني بتعملها في الخلطه دي. بس انا بصراحه ما بقى يعني جربت كده، ما لقيت اني لا، يعني في حمامه بتتظلم بيبقى فيها، وفي حمامه تانية لا. فقلت لا، انا احط كل حاجه، كل حمامه احط لها محتوياتها. فانا هنا الاول بحط شويه رز، وبعد كده بحط الكبده، وبعدين شويه رز، بعدين بحط القلب، بعدين بقفل الفتحه دي بالقناصه. وعلشان اقفل بمسك الرجلين، بديها يعني عند كده المفصل اللي تحت خالص ده، بديها كسرة خفيفة بس من غير ما اقطعها يعني ما تغباش. وبعد كده بقى بدخل التانية، بدخلها بقى في الفتحة دي، وبعدين بدخل التانية فيها، ما بدخلهاش برضو في الفتحة. في ناس بتدخلها في الفتحة، بس انا بحس ان هي بتبقى مفتوحة قوي. فبرضو بعد تجارب كتير اكتشفت ان دي افضل طريقة بصراحة، يعني لقفل الحميمة من تحت. وكده ما بتطلعش اي رز خالص. طبعا بتني
الأجنحة دي بتنيها لورا عشان خاطر ما تبقاش بقى شكلها مش لطيف وهي بتستوي يعني، لان انتوا عارفين طبعا ان بعد ما الحمامة بتستوي بتفضل على حالها يعني نفس الشكل اللي هي كانت عليه. هنا بقى انا بعمل توسيع للزور، يعني بفضي مكان جوه الصدر علشان لما ادخل الرز يبقى الصدر مليان اكتر من غير ما يبقى مكبوس ويتقطع مني. فانا بعمل زي فراغ كده جوه الصدر زي ما انتم شايفين كده عشان الرز يدخل جوه الفراغ ده، فيبقى عندي كمية رز محترمة في اللي هو المنطقة دي، يعني يبقى فيها كمية رز كتير وفي نفس الوقت ما تبقاش متكبسة انه لما اجي احطها بقى في المية المغلية ما تفرقعش يعني. تمام. في بقى طريقة تحفة، انا كنت بسيب الرز كده مدلدلة وبجيب خيط وبلفه، فاكتشفت بقى طريقة هايلة جدا اني اخبي راس الحمامة جوه الزور. وطبعا مش عايزة اقول لكم ان انا 30,000 مرة كنت اجي اعمل كده الزور بيتقطع مني، او انه الموضوع مش بينجح يعني. اول ما اجي ادخل الراس بتاعة الحمامة جوه بلاقي يعني بصوا اللي هو مكان البق بتاعها او مكان المنقار بيبقى حاد شوية، فما ببقاش واخده بالي فبزقها جامد فبتقوم قطع الزور. فلا نخلي بالنا وما نشدش قوي، هي هتدخل بس اهم حاجه يعني بصوا ازاي بشويش جدا ونزقها. بصوا ازاي دخلت بكل سهوله وسلاسه. قبل الخطوه دي انا كنت بعمل حاجه، كنت بدوس على الزور مكان الرز كده عشان ابطبطه يعني عشان ما يبقاش مليان قوي، عشان لو في اي زيادات ولا اي حاجه تنزل يعني في الطبق وما تبقاش موجودة، لانه كده كده اصلا الرز يعني لما بنحطه في الشوربة بينتفخ يعني حجمه بيزيد، فهو ده اللي بيعمل الامتلاء اللي احنا بنشوفه جوه الحمامة. طبعا دي الحمامة التانية عشان في الإعادة إفادة، ف يعني حابة ان انا اوريها لكم يعني. بصوا عايزه اقول لكم طبعا انا مش منزله طريقه عمل الحمام على اساس ان انا الوحيده اللي بعمل الطريقه دي، عارفه ان في ناس كتير قوي بتعملها، بس انا واحده من الناس كنت بدخل ادور ازاي الحمام بيتعمل. وبصراحه ما يعني اتعلمت من كل حته حاجه معينه. يعني القفله بتاعت الحمامه دي انا اتعلمتها من فيديو شفته، بس بصراحه مش متذكره لمين. اما بالنسبة للموضوع بتاع الرقبة ده انا شفت بنت خالتي وهي بتعمله، وكنت مرة يعني عندهم وكده، فهي يعني ورتني بقى الشكل ده. بقولها احنا مش هنربط الزور بقى علشان ما يعني الرز ما يطلعش في المية، قالت لي لا. قلت لها امال قالت لي هعملك حركة سحرية، فقامت مدخلة راس الحمامة جوه الزور. فوقتها انا بقى اتعلمت منها الحركة دي. شوفوا اقول لكم على حاجه يعني بصوا، هو انا كساره انا بحب الطبخ، بس طبعا مش كل حد بيبقى عنده كل التكنيك اللي ممكن يعني مولود بالتكنيك ده. اكيد احنا بنلقط او بناخد المهارات او بناخد الافكار دي من ناس تانية. فلو انتي عايزه تتعلمي ازاي تعملي الحاجه، دايما لما تكوني عند حد او يعني بتزوري ناس قرايبك او بتزوري اي حد او مامتك او طبعا كده كده مامتك بتلقطي منها يعني انتي بتاخدي اللي مامتك بتعمله، بس عشان يبقى عندك بقى مهارات تانية حاولي ان انتي تركزي في مطابخ ناس تانية. يعني روحتي عند خالتك، روحتي عند عمتك، روحتي عند صاحبتك، حاولي ان انتي تشوفي هما بيعملوا الحاجة دي ازاي، ايه التكنيك اللي بيستخدموه. اكيد هو هيبقى مختلف يعني عن اللي انتي بتاعي، انتي بقى مهاراتك هتبقى اكتر.
يعني انا الحمد لله اتيح ليا الفرصة ان انا دخلت مطابخ كتيرة جدا، محبوبة بقى وكده. فبتعزم كتير. ف يعني شفت بقى اكتر من حاجة، يعني معظم الحاجات اللي انا اتعلمتها مش اتعلمتها من مامتي، لان انا مامتي الله يرحمها يعني آه، كانت لما توفت انا ما كنتش يعني اعرف اي حاجة في المطبخ بصراحة، هي كانت بتعمل كل حاجة. فبداية تعليمي في المطبخ كان من تيتا اللي هي والدة مامتي، وهي بصراحة اللي علمتني حاجات كتيرة قوي في المطبخ. بعدها بقى خالاتي واحدة واحدة، كل واحدة برضو هي كانت واخدة مهارات من مامتها، بس بعد كده بقى يعني كل واحدة كانت بتضيف حاجة زيادة، فأنا كنت بلقط منهم هما بيعملوا ايه، لحد بقى الحمد لله يعني ما وصلت إلى قدر آه يعني كبير من المهارات في المطبخ يعني. آه عفوا، دي الحمامة التالتة. برضو علشان نركز اكتر، انا عايزه اقول لكم حاجه يعني سبحان الله. انا قررت ان انا اصور الفيديو كده بالصدفه، يعني انا مش قاصده ولا حاجه، قلت النهارده انا هعمل حمام فهصور بقى الحمام ده. فعايزه اقول لكم انه كل مره باجي اعمل فيها الحمام ممكن واحده ما تظبطش معايا، يعني بيبقوا مثلا اتنين بيظبطوا وواحده لا، بتطلع في إن في الموضوع. بس سبحان الله يمكن علشان انا نيتي انه اللي يشوف الفيديو ده يعني يتعلم منه او انه يظهر بشكل كويس. فسبحان الله يعني الاكلة كلها ظبطت معايا المرة دي، اللهم لك الحمد والشكر، ما يعني مفيش حاجة باظت. واول مرة ابقى انا راضية عن نفسي وانا يعني بعد ما عملت الاكل ببقى يعني كنت راضية عن نفسي الحمد لله بنسبة كبيرة جدا. كل مرة بقعد اقول انا غلطت في الحاجة الفلانية، انا الحاجة دي مظبطتش مني قوي، بس سبحان الله المرة دي اللي كان الملح مظبوط وكان الرز مستوي كويس وما كانش معجن ولا اي حاجة، وانه كمان في الحشو كلهم يعني اتعملوا زي بعض وما حصلتش اي فرقعة ولا اي حاجة. طبعا هنا دي المية المغلية اللي احنا هنحط فيها الحمام. انا بحط لها بصلة وورق لوري وطبعا ملح بس هو مش باين من الاضاءة، وحبهان وفلفل بس حصى يعني فلفل صحيح. بحب احط في الشوربة فلفل اسمر صحيح علشان الشوربة لونها ما يغمقش يعني. في ناس طبعا ما بتطبخش بالشوربة بتاعت الحمام، بيقولوا ان هي بيبقى لها ريحة او كده، بس يعني انا بعد الاضافات اللي انا بحطها دي بصراحة ما بيبقاش فيها اي ريحة مش لطيفة يعني. حتى انا كنت عاملة بامية وعيدي حطيت من الشوربة كان طعمها تحفة تحفة تحفة. ده بقى الحمام بعد ما اتسلق اهو، هوريهولكوا دلوقتي. ما شاء الله اللهم بارك، ولا حاجة فرقعت ولا حاجة اتقطعت ولا رز طلع، والشوربة كانت نظيفة جدا جدا جدا. وعايزة اقول لكم ان كان عليها كمية دهون من فوق كبيرة جدا. هنا بقى هقلي الحمام دي اللي هي الهوائية. انا لسه جايباها جديد، يمكن دي اول مرة هجرب فيها اني انا احمر فيها لحوم او حاجة كده. عملت فيها قبل كده بطاطس يعني ما كانتش الطف حاجة في الدنيا، وهو معروف اصلا ان هي ما بتطلعش البطاطس واو يعني. بس هتشوفوا بقى دلوقتي النتيجة بتاعة تحمير الحمام. بصراحة انا انبسطت جدا جدا منها في التحمير.
يلا ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل